السلام عليكم. لو عايزين تشوفوا القسم الأول من القصة دي فهتلاقي الرابط في أول كومنت، وإذا شايفين إن القناة تستحق تكبر فاشتركوا في القناة واعملوا لايك وكومنت برأيكم. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لإخواتنا، ويلا بينا نبدأ قصتنا. وبطلنا لما بيسحب النظام بيقوله مبروك، انت حصلت على روح سيف من الدرجة تريبل اس، وانت تقدر تديها لسيف تاني. بطلنا بيقول استنى، ده معناه ان كل سحبة لنصيب بيقابل روح سيف انا ممكن اديها لسيف تاني. اعتقد في الاصل ان انا هضطر للانتظار لحد لما يستيقظ بالكامل، وده علشان امنع ارواح السفلى للاسلحه التانيه، ولكن اتضح ان دي هي الطريقه زي ما هو متوقع من روح السيف بتاعي. ده فعلا مفهوم. بطلنا كان فاكر اللي هو كان لازم يستناها لحد اما تكبر علشان يقدر يفعل الميزه بتاعتها، ولكن دي طلعت عباره عن يا نصيب كل لما يحصل عمليه التهرب دي. وبنعرف ان نيفر نايت فضولية جدا لأن هي تستكشف أول سحبة يا نصيب لسيدها. وبطلنا بيقول لها خلاص أنا هختار ده، وهو بيقول في باله يا ترى مين اللي لازم يحصل على أول روح سيف ممنوحة، ليزا الصغيرة، هايتينج، ولا ليو بانج؟ أنا المفروض أشوف السحبة دي هتقول لي إيه وبعد كده أقرر مين هيناسبها بشكل أفضل. وساعتها بطلنا بيستغرب جدا، وده لأنه سحب السحبة المشؤومة. وساعتها بطلنا بيكون طبعا متضايق جدا وبيقول مستحيل، أول سحبة ليا سحبة مشؤومة كده بالكامل. والنظام بيقول له انت حصلت على سحبة روح نيفر نايت، يا ترى انت عايز تتابع في تفسير السحبة دي؟ وبطلنا بيقول استنى، هو في نافذة من النظام؟ دي ميزة تفسير السحبة، دي حاجة غريبة جدا. وفي كمان ملاحظات اضافية تحت، خلينا نراجع الملاحظات الاول. وفعلا بطلنا بيدوس على النظام، والنظام بيقول له السحبة دي اللي انت رسمتها الروح نيفر نايت دي سحبة مشؤومة مع احتمال مكافأة بنسبة 0%. وبطلنا بيقول ايه يعني كده هي مش بالسالب، كده في فرصة وبالنسبة للمختار زيي، فده معناه اللي انا ممكن اخليها 100% بشكل اساسي. وبطلنا بيقعد يقول تفسير القرعة ده بيشير موجه النظام لوجود مكافأة، ولكن طبيعة المكافآت الدقيقة لسه غير مؤكدة، ومع ذلك ده فعلا مثير للاهتمام. وبعد كده النظام بيقوله تفسير قرعة الحظ ده الحظ الناجح، وحظك خارج جدا، انت حققت احتمالية 1% من 100. مبروك، انت حصلت على روح سيف منخفضة الدرجة. وبطلنا بيقول ايه دي درجة رمادية، دي منخفضة جدا. يا ترى ايه نوع الدرجات دي؟ دي اقل درجة سمعت بيها كانت قبل كده هي الدرجة الصفراء منخفضة المستوى. وبعد كده بطلنا بيلمسها وفجأة بيطلع له نموذج المتكاسل، وده طائر صغير. والنظام بيقول مبروك، انت حصلت على روح سيف من الرتبة ايه، ده نموذج المتكاسل الطائر الصغير. وبطلنا بيقول ايه رتبة ايه، هو الرخامة دي يا عم انت؟ ولكن بيبص له بشكل غريب. وبطلنا بيقول ايه هو بيبص لي؟ وساعتها بنشوف الروح وهي معجبة ببطلنا، وهو بيقول في باله ايه حتى شيء زي ده مذهول بجمالي، ولكن فجأة بيبدأ يعمله بلسانه زي الكلب كده بالظبط. وبطلنا بيقول ايه انت مقزز كده ليه، ابعد يا عم. وساعتها هو بيرميه في الارض، وبنشوف طبعا كل اللي واقفين بره مش عارفين ايه اللي بيحصل، وبيشوفوا بطلنا بيرمي حاجة في الهواء فبيستغربوا كلهم جدا. وبطلنا بيقول دلوقتي انا دخلت في حالة تأمل وحلمت حلم غريب جدا، وده طبعا علشان قال ايه يعني ما يكسفش نفسه. والتلميذة بتقول انا فهمت دلوقتي، عم القتالي قائد الطائفة بيشتغل بجد علشاني في الايام القليلة اللي فاتت، وكل ده خطأ يوير، هي كده المذنبة. ولكن دونج لي بتقول لها لا الموضوع مش بسببك، اخويا ما كانش ينفع اللي هو يتأمل دلوقتي، احنا على وشك الوصول لقمة داكيانج. وبعد كده طبعا ليزي بتنطلق باقصى سرعة. وبطلنا بيقول في باله استغرق الطيران لمدينة الرياح الصفراء يوم كامل تقريبا، ولكن العودة استغرقت اقل من نص يوم. موهبة ليزي الصغيرة في التشكيلات مذهلة جدا فعلا، لو اكتسبت نقاط سمات متعلقة بالتشكيل ده هيخليها لا تقهر حرفيا. لو انا كسبت اي نقاط متعلقة بالتشكيلات بعد كده فانا على طول هديها ليزي الصغيرة، وده هيخليها رائعة اكتر. وبطلنا بيشوف جرم السمة العشوائي القابل للاهداء، وبيقول في باله يا ترى انا لازم استخدم مهارة الكشف المتقدمة على ليزي الصغيرة واشوف هي ايه رتبتها دلوقتي. هي قبل كده كانت بتظهر لي دايما علامات استفهام، ولكن المرة دي وساعتها قبل ما يتكلم هي بتقول له يا اخويا مدي احساسك السماوي لتحت وبص بصة، شكلي في حاجة غير طبيعية حوالين نهر تشينج لونج.
وانج. المنطقة دي كانت طائفة جيانج جين، ولكن ليه؟ ده في كتير جدا من طاقة الأموات. وساعتها بطلنا بيكون مستغرب وهو بيقول إيه؟ دي حتى بتفحص المناطق المحيطة باستمرار بحسها الملكي أثناء الطيران. ليز الصغيرة لوحدها هتكون حذرة للحد ده. وبعد كده بطلنا فعلا بيعمل كده بص على طائفة جين وبيلاقي إن كلهم أموات. وبطلنا بيقول لهم تم القضاء على طوائف السيف التابعة الخمسة في المنطقة بتاعة نهر تشينج لونج بالكامل. كده الشخص ده استخدم يشم الروح علشان يحييهم ويتحكم بيهم وهم ماشيين في وجهة واحدة. والتلميذة بتقول يا ترى ممكن يكونوا متجهين للطائفة بتاعت مو بتاعتنا. وبطلنا بيقول لها بالظبط كده، في نطاق 500 ميل من نهر تشينج لونج كان في 6 طوائف سيوف، وبعد ابادتها مش متبقي غير طائفة مو بس. والتلميذة بتقول ايه يا احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ كانت الطوائف دي مثيرة للشفقة بما فيه الكفاية. المفروض ان الموت معناه النهاية، ولكن حتى بعد الموت بيتم التلاعب بيهم واستخدامهم كده. وبطلنا بيقول مفيش اي حاجة تانية احنا نقدر نعملها للرجوع لطائفة مو ونبيد ثاقلين الشياطين الغزاة دول. وبعد كده بنشوف التنين اللي كان بيهجم على الطائفة بتاعت مو مرة تانية، وبنشوف الصاقلة الشيطانية وبتقول ايه اللي بيحصل في طائفة مو؟ احنا كسرنا تشكيل واحد لحماية الجبل، وده علشان نتورط في تشكيل اكثر غرابة منه. وفي كمان الضباب الكثيف جدا ده، انا حتى مش قادر اعرف هو ايه مكان الشرق او حتى الغرب او حتى الشمال والجنوب، هو فين الكل؟ وهي بتقعد تنده عليهم وبتقول في بالها كان البصر عديم الفايدة، فهيتعين علينا الاعتماد على الصوت لتحديد مواقع بعضنا البعض. قواطع التشكيل متمركزة في 4 زوايا، لو احنا استغلنا ده فاحنا ممكن نخترق مصفوفة الضباب دي كمان. وبعد كده بنشوف واحد من المزارعين الشيطانيين وبيقول العجوز ده في الزاوية الشمالية وانا ما اتحركتش من ساعة ما دخلت الضباب. وده هو تشاو وانج عمود الخيزران طائفة يوزو. وبعد كده واحد تاني بيقول لهم انا هنا، وده تشينج تشو بطريرك طائفة بحر الدم ومع الجنرال بتاعه طبعا. وواحد تاني بيقول انا هنا، انا مع اللورد جوتشينج ودي طائفة الشيطان الاخضر للامبراطور الشيطان نيو. وواحدة بتقول صفيف الضباب ده خادع جدا يا ناس، محدش يتصرف بتهور، ودي طائفة القمر الارجواني العين الارجوانية من الدرجة التانية دي جيوتشونج. وبنرجع تاني للمزارعة بتاعت التنين وبتقول يا سيدي احنا ما عندناش وقت للتردد، احنا لازم نكسر التشكيلة دي بسرعة دلوقتي. بعد ما تأكدنا من موقع الزوايا ال4 احنا لازم نعمل هجوم متزامن من كل الجهات ال4 علشان يكون قوي بما فيه الكفاية ويكسر المصفوفة اللعينة دي. واحدة بتقول يا اختي فيشي انت ايه رأيك؟ وساعتها بتقول الكل هاجموا بكل قوتكم، حطموا التشكيل ده. انا رافضة ان اصدق ان في طبقة تانية تحت القشرة دي، وفعلا كلهم بيهجموا على المصفوفة وده من ال4 جهات. وفي واحدة بتقول بما انك عايزة تلعبي فانا هلعب معاكم. وبنشوفها وهي موجهة الاسلحة بتاعتها ناحية واحد، وهو بيقول في باله زي ما هو متوقع من عين الارجوانية من الدرجة التانية من طائفة الامر الارجواني، دي وحش غريب جدا، ده مفيش حاجة زي كده في طائفة الشيطان الاخضر بتاعتي. والمخلوق ده حتى مش عامل زي الوحش بعد دلوقتي، ده شبه وحش ميكانيكي صنعوا حرفي ماهر. وبعد كده بيحصل انفجار كبير جدا في الطائفة، وبنشوف هايتنج بيقول ايه ده تم تكسير تشكيل الحماية بتاع الجبل الاول، شكل كده هما بيهاجموا الطبقة التانية بالفعل، وبالمعدل ده الموضوع مش هياخد وقت طويل. وبنشوف تشوكوي واقفة وماسكة بطنها وبتقول يا اخويا الكبير يا اختي الكبيرة مفيش داعي للقلق، تشكيل المعلمة مش بيتم وضعه علشان يكون سهل انه يتكسر، تشكيل الطبقة التانية اكثر تعقيدا بكتير. واليوبانج بتقول ايه يا شاوكوي هو انت ليه ماسكة معدتك كده؟ وبتقول لهم انا جائعة وانا ما اكلتش الفطار لحد دلوقتي. وساعتها هي بتقعد جوه البيت وبتفضل تاكل بكل شراهة. واليوبانج بتقول لها يا ست كل ببطء والا انت هتتشرقي. مهيتنج بيقول لها انت قلت ان التشكيل بتاع الطبقه الثانيه للمعلمه القتاليه معقد، بس ازاي هو بيختلف عن الاول؟ وهما الاثنين بيكونوا مستغربين. وتشوكوي بتقول تشكيل الطبقه الثانيه هو صفيف ضباب، بمجرد الدخول انت مش هتقدر تلاقي الطريق انك تخرج، ولكن الاهم من ده اقوى ميزه فيه مش مجرد تضليل الناس، دي انشاء نسخ طبق الاصل منك. وهايتنج بيقول ايه نسخ وبيكون مستغرب. وتشوكوي بتقول في اللحظه اللي هتطلق فيها اي قوه روحيه جوه المصفوفه بتاعت الضباب دي هيظهر خصم مطابق ليك علشان يقتلك. وفي المره اللي فاتت اللي اغضبت فيها المعلمه هي ألقت بيها هناك، علشان كده أنا عارفة الموضوع كويس. النسخ دي
ما كانتش بقوتي، ولكن كان في كتير منهم. وبعد كده بنروح تاني لبتوع الشياطين وبنشوف المزارعة الشيطانية اللي راكبة على التنين وبتقول في بالها هو اللي بيحصل، وليه ما تبددش الضباب ده؟ يا ترى ممكن تكون طريقة كسر التشكيل غلط. وبعد كده هي بتشوف أشخاص كتير جدا واقفين على الجبل، وهي بتقول إيه؟ مين اللي هناك؟ اخرج حالا. وبعد كده هي بتلاقي نسخ كتير جدا منها وبتقول ايه هو ايه اللي بيحصل ده. وبعد كده بتتعالى الاصوات في كل مكان في الضباب ده، وحد بيقول هو انت ايه اللي بتفكر فيه بحق الجحيم؟ انت ليه بتتخذ مظهر القديم؟ والتاني بيقول انت ازاي تتجرأ؟ انت سرقت اسلوبي. وواحد تالت بيقول انت اتجرأت على انك تجرحني، كلكم اموات دلوقتي. وبعد كده بطلنا بيوصل للطائفة وبيشوف اللي بيحصل، والجنج شنيان بتقول ايه هو ايه اللي بيحصل ده؟ كلهم متحاصرين. ودونج لي بتقول الطبقة التانية من صفيف حماية الجبل طائفة مو، دي صفيف وهم الضباب. غير كده تولد ضباب كثيف جدا لتضليل حاسة الاتجاه، وساعتها بيعمل نسخ وهمية، ولكن دي مش بتمتلك سوى حوالي 60 أو 70% من القوة الأصلية. وجانج شنيان بتقول ايه يعني التشكيل ده قوي جدا يا ليزا الصغيرة، هو انت لسه قلقانة بشأن ايه بالظبط؟ ودونج لي بتقول يا اختي الكبيرة، على الرغم من ان صفيف الوهم الضباب قوي جدا، ولكن ده بمواجهة كتير جدا من كبار المزارعين اللي بيخترقونه في نفس الوقت، هتستنزف طاقته الأساسية بسرعة، وكل اللي هم يحتاجوه هو كسب الوقت، وهيكون كسب المصفوفة سهل جدا. وجانج بتقول انا كده فهمت شوية. وبطلنا بيقول خلاص ارجعوا انتوا للطائفة وابذلوا كل جهدكم علشان تصدوا الاعداء. نصب التشكيلات مش سهل على ليزا الصغيرة، علشان كده ما تضيعوهاش على الناس دول. وساعتها هم بيقولوا له حاضر، وجانج بتقول له خليك حذر. وبطلنا بيقول لها ما تقلقيش، يا ترى زوجك استسلم قبل كده في اي يوم من الايام؟ وده طبعا بمجرد ما يرفع سيفه. وهي بتتكسف جدا وبتقول له ايه الهري اللي انت بتقوله ده؟ وساعتها هي بتمشي. انا مش هشرح الحته دي يا شباب. وبعد كده بطلنا بيقول لشنيان دي فعلا كانت لطيفه جدا، بس للاسف لسه في شويه حسالة اللي عايزه تفسد المزاج، انا لازم اتعامل معهم حالا. بطلنا بيقول بس استنى، هو انت لسه مش بتظهر نفسك؟ انت رفيق ضاوي. وساعتها بيطلع الجثه الثالثه وبيقول له طائفه الينابيع الصفراء هتمر من هنا، علشان كده مش المفروض اللي يكون في اي حد على قيد الحياه من بين طوائف السيف تشينج تشو. وبطلنا بيبص له وبيقول له وانت لسه بتتظاهر؟ الحيل الرخيصه دي لتحويل المشكله لمكان تاني، احتفظ بقى في الجحيم يا عم انت. وساعتها بنشوف الجثه وهو بيشيل القناع وبيقول له زي ما هو متوقع منك، الحيل الصغيره دي انت ممكن تكشفها بنظره واحده، راسك الفريد ده فعلا يستحق ان نجمعه. وبطلنا بيقول هو انت مع الصاقلين الشياطين دول، ولكن مش المفروض اللي انت نفسك صاقل؟ يا ترى هيوافق الداعم بتاعك على اختلاطك بيهم؟ وساعتها هو بيقول له انت لو كنت حريص جدا على انك تعرف كده فانا عندي طريقه، وهي انك تديني راسك وانا اثبته على رقبتي وانت هتكسب كل ذكرياتي. ولكن بطلنا في لحظة واحدة بس بيحط السيف على رقبته وبقول له منطقي، يبقى احنا ناخد راسك ونتكلم بعدين. وفعلا بطلنا بيطير راسه من دماغه وبيقول انت مشيت مع الصاقلين الشيطانيين والحقت الاذى بتلاميذ طائفة مو بتاعتي وازهقت ارواح الناس في بلدة جيانج، دلوقتي جه وقت تسوية الحساب ده كله. وساعتها بيقول له الو تشيجي انت متزرع جدا، انت قتلتني مرة قبل كده والاسلوب ده مش هيقتلني. وبطلنا بيقول له اكيد انا عارف ازاي، بس لهجوم عادي وكمان بسيط اللي هو يقضي عليك، دي معركة زعيم. وساعتها هو بيظهر له بنسخ كتير جدا وبقول انا ما اعرفش هو ايه الهري اللي انت بتتفاوض بيه ده، ولكن انت لو ما كنتش ناوي تقتلني فانت ليه بتلوح بسيفك ناحيتي؟ وطبعا بيكون بطلنا واقف لوحده وحواليه نسخ كتير جدا. وبطلنا بيقول له لان قطع واخد زيك لنصين شعور رائع وانت اكيد مش عارفه. وبعد كده بطلنا بيحس بحاجه غريبه وبيقول ده اضطراب في الطاقه الروحيه، المتطفلين دول لسه بيهاجموا ضفيف حمايه الجبل، ده ممكن ما يكونش عند ليز الصغيره والباقي الوقت الكافي ان هم يخرجوا ويشتبكوا مع العدو لحد دلوقتي. وبنرجع تاني للجثه وبيقول له الصاقلين الشيطانيين لسه بيكسروا صفيف حمايه الجبل بتاع طائفه مول خاص بيك وانت بتقاتلني هنا، انت فعلا متشتت جدا.
دي هي سنة الحياة، حتى لو كنت عبقري هتكون في لحظات هتحس بقى بالعجز. أنا كنت كده قبل كده. وبعد كده بيبدأ يجيله شوية ذكريات في دماغه وهو بيقول له إحنا بنتشارك نفس الجسد ومع ذلك إحنا الاتنين مجرد دمى. وبطنة بيقول له وفر عليا الشفقة بتاعتك دي، أنا مش زيك خالص، أنا مش بس هسحقك، أنا هنقذ طائفة مول خاصة بيها كمان. وساعتها هو بيعمل هجمة كبيرة جدا بإيده هو والنسخ بتاعته كلها، وهو بيقول له إيه هو ده صحيح، خلاص يبقى حاول إنك تنجي منه الأول. وفعلا بيضربه بضربات كتير جدا وهو بيقول في باله انا في المرتبه السادسه الطبقه السماويه السبعه، حتى بمجرد ما اطلق طاقتي الروحيه انا اتفوق عليك بكتير جدا، وده بمجرد قاعده زراعتك في المرتبه السادسه اللي في الطبقه السماويه الثانيه دي. المفروض ان بيحتاج العبقري لوقت علشان ينمو، ولو انا اديتك شويه سنوات تانية فانا ما اعرفش اذا كنت هكون ند ليك ولا لا. وبعد كده حد بيقول لو سحقتك دلوقتي حتى سيدك اللي واقف وراك هتبول على نفسه من الخوف. ولكن بنشوف الجثه بتاع زعيم طائفه السيف وهو مستغرب جدا وبيقول له ايه الصوت ده؟ وبطنة بيقول له ده مش بيألم خالص، هو ده كل اللي عندك. وساعتها بنشوف زعيم الطائفه بتاعت السيف وهو مستغرب وبيقول مين كان عارف ان قوه السماء والارض اللي بتستخدم عاده للدعم هيكون ممكن تستخدمها بالطريقه دي. وبنشوف ان بطنة صد هجماته كلها بقوه السماء والارض، قوة الماء بتاعته. بطنة بيقول له ما تكونش مستعجل كده في انك تظهر الدهشة بتاعتك، العرض الحقيقي لسه ما جاش. وبعد كده بطنة بينزل عليه بكل قوته وهو بيقول ايه انك تطلق كمية هائلة من الطاقة الروحية في السماء وانت بتحاول تستدعي اكتر من الماء بتاعت السماء. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا عارف اللي هو كويس للدفاع، ولكن لو انت هتستعمله للهجوم فهو اضعف قوة في العالم. وبطنة بيقول له ايه ضعيف؟ انت هتشوف قريب جدا بما فيه الكفاية. وبطنة بيقول دي هي المرة الأولى اللي استخدم فيها التقنية بالطريقة دي، ودي فعلا بتستنزف طاقة الروحية في لحظة، ولكن دي هتكون ممتعة بكل تأكيد. وفجأة بنشوف في تنين كبير جدا ظهر في السماء، وبنشوف الجثة بتاع زعيم طائفة السيف اللي بيكون مستغرب جدا وبيقول في باله استنى في حاجة غلط، دي حادة جدا، دي نية سيف مخفية وموجودة جوه الغيوم بتاعة العاصفة. ده مش بس كده، ده في كمان هالة خافتة من الدمار بتنبعث منها، ده مستحيل مهما اتجمعت الغيوم بتاعة العاصفة المفروض الاقي تجيب مطر غزير، بس ازاي ممكن لشوية مية اللي يكون عندها القوة دي كلها؟ وبعد كده بيأمر النسخ بتاعته اللي هم يوقفوه قبل ما يخلص التقنية وبيقول لهم يلا اهجموا مع بعض، دوروا على نقطة ضعفه، هو اكيد استنزف طاقته الروحية وجسمه ضعيف دلوقتي، بس انت لازم تحذروا من تدمير جسم الدواء الخاص بيه، اضربوه بره واحدة علشان نقتله بضربة. وبعد كده بطنة بيبتسم وبيقول هو انت عايز توقفني قبل فوات الاوان؟ ده مش هيحصل يا حبيبي. وبعد كده بنلاقي الضربة بتاعت تنين الحبر، ولكن المرة دي تشبعها بقوة السماء والارض. والضربة دي يا شباب بتكون بتشمل قوة السماء والارض والصوت البطيء ونزول تنين الحبر. وفعلا بنشوف اللي فيه تنانين كتير نازلة من السماء، ما طلعوش تنين واحد حتى، والتنانين دي بتخلص على النسخ بتاعة الجثة كلها. وبطنة بيقول في باله المية الضعيفة ملهاش أي شكل ثابت، ولكن دي ممكن تحيي كل الحاجات وممكن كمان اللي هي تغرق السماوات. وبعد محاولات لا حصر لها لتقنيات السيف المائية أنا جالي الفكرة بتاعة دمج الأسلوب الأخير من الصوت البطيء تنين الحبر ده في قوة السماء والأرض، وفعلا أنا نجحت في ده. ويا للأسف الصوت المبطأ هو مجرد سيف من المستوى الأرجواني، وأنا كان عندي فن من المستوى البرتقاني لكانت قوته أعظم بكتير. أنا فعلا محتاج إن ألاقي طريقة علشان أوصل لواحد. فعلا بنشوف التنانين وهي نازلة هجوم في كل مكان، وبطنة بيقول على الأقل الحركة دي هتخفف من الضغط على شينيان وليز الصغيرة. وبنعرف إن بطنة هجم كمان على الثقلين الشيطانيين علشان يشتت انتباههم عن ليز الصغيرة وجيانج شينيان وكمان التلميذة. ولكن بنشوف الجثة بيقول لبطنة انت فعلا مش من السهل التعامل معاك، في النهاية اجبرتني على اني اكشف ورقة الرابحة، وده هو السيف اللي هو اداهولي، والسيف ده من المرتبة الثامنة، وقتل شخص في المرتبة السادسة زيك كده المفروض اللي يكون سهل جدا. وبعد كده بطنة بيكشف عن السيف بالنظرة بتاعته المتقدمة، وبنعرف ان السيف ده في المستوى 81 وده سيف سماوي، ده نسيته فنون محرمة وانخفضت رتبته
وهلك روح السيف بتاعه، ولكن لسه من الممكن انك تستخدمه بقوة شديدة. والجثة بيقول له انت فاكر انك قلت دلوقتي ان حركتك دي بتاعت نزول تنين الحبر هتستنزف كل قوتك الروحية، مش كده؟ سيد سيف من غير قوة روحية مش أكتر من كلب ضال، ودلوقتي بعد ما بقيت كلب ضال فترى أنت ممكن تشيل السيف ذو المرتبة التامنة ده. وفعلا بيهجم على بطلنا بهجمة ختم الشر أفاعي خانقة، وفعلا بيطلع أفاعي كتير جدا من السيف. وبطلنا بيبص له وبيقول له ها أنت بتقول كلب ضال؟ الموضوع بقى مجرد نفاذ القوة الروحية، أنا ممكن ببساطة إن أنا أجددها بالاختراق بتاعي. وفعلا بطلنا بيخترق مستويين وبيقول دي فعلا تقنية تعويذة تافهة انا اقدر اكسرها بكل سهولة. وساعتها الجثة بيقول في باله ده قدر يخترق في المراتب في منتصف المعركة على الرغم من كونه في المرتبة السادسة في الطبقة السماوية التانية. ازاي ده بس ممكن؟ ده حتى زعيم طائفة السيف قال قبل كده ان بعد الدخول لعالم الممارس العظيم كون الاختراق صعب جدا زي الصعود للسماوات، ولكن ده حتى لو تقدم للمرتبة السادسة الطبقة السماوية الثالثة فختم الشر لسه خارج القدرات بتاعته. التعويذة دي ألقاها واحد من المرؤوسين ليا واسمه ليسيو فانج، وده الموثوق فيهم في طائفة السيف، ده سيد تعويذ من الطراز الأول وموجود في العصر ده. بطلنا بيقول في باله ده فعلا مثير للاهتمام، كل من الطلاسم دي شايل قوة المرتبة السبعة وبيحولها لقوة ضخمة جدا. وبنشوف طبعا الهجمة وهي رايحة ناحية بطلنا، ولكن بطلنا بيحاول يصدها وهو بيقول في باله انا شكل كده هضطر ان ناخد الموضوع بجديه، انا لازم اخترق التقنيه دي باي طريقه. في الاول انا هستخدم تقويه الذبح وسحب القوى الروحيه للبشر الخالد، وده هو الملعب بتاعي. وساعتها بطلنا بيفتح المجال بتاعه وبيفتح نطاق البشر الخالد، وكمان بيفتح المجال التاني اللي هو مجال الذبح، وبطلنا بيكون مفعل المجالين في نفس الوقت. وساعتها الراجل بتاع الجثة ده بيكون مستغرب بيقول نطاق السيف ده مش مفروض المرء اللي هو يكون عنده نطاق واحد، هو ازاي عنده 2؟ ده حتى مع موهبة ملهاش اي مثيل المفروض اللي ده يكون مستحيل. وبطلنا بيتقدم ناحيته بكل قوة وبيقول له قدام المبجل ده مش هيكون السيف المكسور وشوية طلاسم اللي في ايدك دي كفاية علشان تنقذك. وساعتها هو بيقول يا ختم الفوضى يلا يلا اهجم عليه. وهو بيقول في باله انا مش قادر اقيس حدوده وانا مش هسمح له اللي هو يقرب مني، ولو عمل كده انا هكون في خطر جامد جدا، انا لازم اخره بس لحد لما اخترق ثقلين الشياطين دول طائفة مو، وبمجرد ما يحصل كده هيكون عقله في فوضى، وفي اللحظة دي هيجيلي الفرصة علشان أفوز. وبعد كده بطلنا بيقول إيه؟ هو بيحاول يكسب الوقت. طائفة مو عندها تشكيلات حماية سباع الطبقات الخاص بليزا الصغيرة، وبالكاد اخترقت الطبقة الأولى، ومع حراستها للطائفة المفروض إن حلفائك دول ما يقدروش حتى اللي هم يتجاوزوا البوابة بتاعة طائفة مو. بطلنا بيفعل تأثير الذبح اللي هو مع كل ضربة سيف هو بيزيد 1% من قوة الضربة الأساسية. وفعلا بطلنا بيقعد يضرب فيه كذا مرة، ولكن هو بيحاول يصد الضربات دي، والنظام بيشرح لنا ازاي بيتفعل نطاق الذبح وانا لسه شرحه دلوقتي. وبيقول اللي هو يقدر يراكم من الضربات بتاعته لحد 50 ضربة، وده معناه 50% زيادة من قوته. وبطلنا بيقول واللي بينفذ وقته هو انت، وكل ما طالت المعركة دي زادت التراكمات بتاعت سيف حياتي، ولما يجي الوقت خلينا نشوف اذا كنت هتقدر تستحمل لحد ضربة واحدة مني ولا لا. وساعتها بنشوفه وهو مستغرب جدا قصد على الجثة، وبيقول القوة المنقولة عبر الطلاسم بتستمر في النمو، وده ممكن يكون زخم سيفه ده لسه عمال بيزداد. يا ترى هي دي قدرة واحد من النطاقات بتوعه؟ وهنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. اكتبوا لنا رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتش في القناة هنا في قناة منهوات فياريت تشترك، والقناة بتاعت منهوات هتلاقيها في أول كومنت. يلا مستني ايه يا صاحبي؟ ويا ريت تنضموا لجروب التليجرام، هناك هننزل لينكات القصص كلها بالترتيب، وكمان لو في منهوة عايزين نعملها فابعتلي على الانستا، وده برضه هتلاقيه في اول كومنت. وفي الاخر عايز اشكركم على دعمكم الجبار ليا، ودمتم سالمين. يلا سلام.